بعد أن ظن يوسف أنه أنهى اللعنة، اكتشف أن اللعنة لم تنتهي، بل انتقلت إلى بدنه. الآن تبدأ رحلة أكثر ظلاما، رحلة المرتد. أخيرا رجعنا القاهرة، خلصنا من الجحيم ده. حرقناها، حرقنا المخطوطة كلها، مفيش حاجة تجهز. ليلى، ليلى انت هناك؟ كل حاجة خلصت، لازم كل حاجة تكون خلصت. كل حاجة تمام؟ احنا حرقنا المخطوطة، مفيش حاجة هترجع، أنا متأكد. ليلى نايمة دلوقتي، أنا كمان لازم أرتاح. الرحلة دي خلصت، يا ربي خلصنا، خلصنا من ابن إسحاق ومن المرتد، خلصنا. ايه ده؟ اللمبة ليه بتفشخ كده؟ مفيش حاجة، أنا بس متعب، هروح أنام وخلاص. الجو ده تقيل قوي، ليه حاسس إن في حد تاني في الشقة؟ مين ده؟ مين هناك؟ ده مش تعب، ده مش تعب، في حاجة هنا، في حاجة معايا في الشقة. أنا شايف حاجة، أنا شايف حاجة والله. لا أنا بتوهم، مفيش حاجة، أنا بس متوهم. أنا هروح أنام، هقفل الباب وأنام خلاص. سمعت حاجة، والله سمعت صوت خطوات. مين ده؟ طلع، اطلع بره. أنا حرقتك، حرقت المخطوطة اللي لسه موجود. انت المرتد، انت اللي جوايا. انا مش هخرج، انا جزء منك، انت اللي جبتني. ارحل، ارحل بره، انا حرقت المخطوطة. ارحل، انا حرقت المخطوطة، انا خلصت منك. أنا جواك، أنا دايما جواك، مش هتقدر تتخلص مني. خلاص أنا قبلت. حامد، أنا جاي لك دلوقتي، استناني. الليلة دي هتكون طويلة. حامد مش هيفهم حاجة لحد ما اوصل له. اللعبة لسه ما فخدتش، دي بس بداية. أنا المرتعي، وانت كمان هتكون جزء منا قريب. حامد، ليلى، الكل هيفهم الحقيقة. في حاجة بتجري ورايا، الشارع فاضي خالص، مش قادر أشوف حاجة.
سمعت صوت تاني. ايه اللي بيحصل؟